السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. النهارده يا حبايبي الفيديو مختلف خالص. هنجيب علبة سمنة نباتي وهنجيب كيلو قشطة ونعملهم مع بعض كده، بتطلع معانا في النهاية سمنة بلدي جميلة جدا. قبل كده ما ندخل على الفيديو بتاعنا يلا نصلي على الرسول يا حبايبي، وحطوا اللايك الجميل بتاعكم وكومنت حلو كده زيكم، بجد كومنتاتكم بتفرحني وبتسعدني وبتكبر بخاطري. هنسمي الله وندخل على الفيديو بتاعنا الجميل. معانا يا حبايبي كيلو قشطة، ومعانا علبة سمنة اللي هي 2 كيلو، هي كيلو ونص يعني صافي. ومعانا يا حبايب قلبي حلة حلوة كده، وهننزل بالمكونات الجميلة بتاعتنا دي في قلب الحلة بتاعتنا، ونروح بيها على النار ونعمل احلى كمية سمنة بلدي تستاهل بقكم. بسم الله ما شاء الله. شوفوا انا بحب السمنة الجنة، ما شاء الله السمنة الجنة حلوة يا حبايبي. طبعا الحلة الجميلة بتاعتنا هنفضي فيها القشطة، وبعد كده هننزل بالسمنة ما شاء الله. القشطة دي يا حبايبي انا شارياها مش شايلاها من على وش اللبن، ولو عندك قشطة شايلاها من على وش اللبن برضو بتنفع ما شاء الله، يعني بتطلع معانا في النتيجة، يعني في النهاية نتيجة واحدة. هننزل بالسمنة البلدي الجميلة بتاعتنا في الحلة ونقلب كله كده مع بعض، ويلا بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه مراحل التسوية بتاعتها. خليكم معايا يا حبايبي هتستفيدوا بإذن الله. هنا كده السمنة اهي فكت على النار، هنقلبها لحد كلها ما تفك كده وتختلط مع بعض كويس. شوفوا يا حبايبي بقت كلها واحدة، عاملة زي اللبن اللي بيغلي على البوتاجاز وايدك فيها لان السمنة بتكب. هدي النار عليها يا حبايبي، ولما تلاقيها عليت معاكي كده ايدك فيها وقلبيها عشان ما تكبش على البوتاجاز وتبهدل الدنيا. والله العظيم يعني حاجات، يعني السمنة البلد غالية والزبدة غالية وكل حاجة غالية والنباتي كمان غالية، بس احنا بنحاول نوفر على قد ما بنقدر. كيلو القشطة يعني مع الاتنين كيلو سمنة. بسم الله ما شاء الله عملوا كمية سمنة بلدي حلوة خالص وريحتها حلوة. شوفوا ايدك فيها يا حبايبي وقلبيها، كانت هتكب مني على البوتاجاز. شوفوا عاملة ازاي زي اللبن، كأنك بتسيحي سمنة زبدة صافي اهي ما شاء الله. كلها راحت مع بعض. هنسيبها كده لحد ما تتقدح كده كويس، ومعاكم واحدة واحدة يا حبايبي. لو وصلتوا معايا لحد هنا يلا بقى كومنت حلو كده زيكم. هنا هديت النار يا حبايبي، شوفوا اهي بدأت السمنة تصفى معانا اهي ما شاء الله. يلا نجهز السمنة الجميلة دي لرمضان، كل سنة وانتم طيبين بسم الله ما شاء الله. شوف السمنة بتاعتنا يا حبايبي بدأت تبان اهي. هنمسك السمنة بتاعتنا ونقلبها كده بالمعلقة كويس ونشيل الريم ده من على الوش. شوفوا ما شاء الله بدأت السمنة تبان اهي. بسم الله ما شاء الله ريحتها قلب البيت كله، والله سمنة بلدي يعني تعتبر صافي. بسم الله ما شاء الله. حاجة فاخر من الآخر. معاكم واحدة واحدة اهو يا حبايبي. يلا لو وصلتوا معايا لحد هنا حطوا اللايك وكومنت حلو كده زيكم وشجعوني. ما شاء الله. شفتوا المرته بتاعتنا هي لسه بيضه اهي، هنسيبها شويه لحد المرته بتاعتنا ما لونها يغمق شويه، وبعدين هنطفي عليها النار ونسيبها تبرد. ما شاء الله المرته بتاعتنا غمقت اهي يا حبايبي ما شاء الله عليها. هنسيبها كده يا دوبك نطفي عليها بقى البوتاجاز ونسيبها تبرد شويه، وبعد ما تبرد نعبيها في العلبه بتاعتنا. وهي يا حبايبي بردت معانا كويس، هنمسك السمنه نعبيها في العلبه. انا جبت العلبه هي وعبيت بيها السمنه بتاعتنا يا حبايب قلبي. شوفوا شكلها والله العظيم تحفة، ويعني ما كلفتنيش، يعني هي تكلفة نص تكلفة، يعني بدل ما اجيب سمنة بلدي صافي حطيت عليها علبة من اللي قدامكم. انتوا عارفين السمنة البلدي النظيفة لما بتسيح ما الكيلو بيعمل كيلو الا ربع سمنة. دي ما شاء الله حطيت عليها كيلو ونص. العلبة اللي قدامك دي سمنة جنة ما شاء الله عليها جميلة جدا، وعبيناها زي ما انتوا شايفين. هي دي كمية السمنة بتاعتنا يا حبايبي بالكيلو القشطة. ملت العلبة 2 كيلو صافيين بسم الله ما شاء الله. وطبعا المرته الجميله بتاعتنا هنعبيها في طبق ونبدا بقى ناكلها بقى مع اي اكله من اكلاتنا الجميله. وانتظروا مني يا حبايبي المنيو بتاعي ان شاء الله هقدمه لكم بكره باذن الله. يا رب كده الفيديو بتاعي يكون خفيف على قلوبكم ويعجبكم، ولو عجبكم يا حبايب قلبي تشجعوني كده بكومنت حلو زيكم. وبكده خلصت معاكم يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.